ويقول لك مفيش شغل. انا كشركه دلوقتي محتاج 7 وظائف بقالي 3 شهور، انا والتيم بتاعي بندور عليهم مش عارفين نوظفهم. كل اللي موجود في السوق يا جماعه مش جاهز. موجود في السوق دلوقتي حاجه من حاجتين: يا اما موظف جاي لك واخد مقلب في نفسه فاكر ان هو فاهم وهو اصلا على الله حكايته، يا اما واحد جاي لك تاني عايز ياخد فلوس كتير قوي من غير ما يدي اي مجهود. ابتدينا نحل المشكله الاولانيه وقلنا خلاص يا جماعه احنا هنعمل تريننج لاي موظف يجي ونبتدي نشتغل عليه ونقعد 3 شهور نعلم فيه ونظبط فيه ونظبط كل حاجه ونكرره ونعرفه الاساسيات ونعرفه مهامه ايه ونعرفه كل التفاصيل. يجي لك بعد اول 6 شهور كده او بعد 5 6 شهور بعد التريننج ده اللي انت تعبت عليه ودفعت فلوس وعلمته وعملت كل حاجه، يقول لك اصل انا جاي لي اوفر بره اكتر يا هندسه فانا مضطر امشي انا اسف. الشخص التاني بقى اللي جاي عايز ياخد فلوس كتير قوي من غير ما يدي ما يبذل مجهود كبير في الشغل، ده احنا قلنا خلاص مفيش مشكله، ممكن يكون هو شاطر وهو مقدر نفسه بالقيمه دي فخلاص احنا هنبتدي نديله مرتب كبير. ادينا له مرتب كبير او ادينا لهم مرتبات كبيره، دخلنا في نقطه ثالثه خالص بره كل اللي انا بحكي ده اللي هي الراحه النفسيه. اصلا انا مش مرتاح نفسيا. قلنا بقى هنظبط موضوع الراحه النفسيه ده وهنعمل رحلات وهنعمل جوائز وهنعمل الموظف المثالي وهنخلي الاتموسفير بتاع الشركه حلو والموضوع يبقى جميل. دخلنا في حته رابعه خالص اصلا ما كناش عاملين حسابها. الحته الرابعه بقى اللي انا بقول لك عليها دي اللي هي حته العشم. للاسف الشديد لما الموضوع بقى كده والموضوع بقى جميل ولطيف ولذيذ، الموضوع قلب لعشم. والعشم ده ادى الى حاجتين: يا اما انت تبتدي ان انت تحاسبه على الغلط اللي هو بيعمله وفي الحاله دي هيقول لك انا مش متقدر فانا ماشي، يا اما الحاجه التانيه تسيب العشم يكبر ما بينكم والموضوع يؤدي الى استقاله في الاخر. انا مش بعمل الفيديو ده عشان اعرفكم المشاكل اللي عندي او اشتكي لكم او كل الكلام ده، لا بالعكس خالص، انا قادر احل كل المشاكل دي الحمد لله. ودايما انا بقول اصلا ان الاداره اهم من الهندسه. ولكن ممكن حد من اللي هيقدم على الوظائف اللي انا هطلبها حاليا في الفيديو يكون يسمع الفيديو ده ويبتدي يجهز نفسه افضل واحسن، او ممكن حد يشوف الفيديو ده ويحسن من نفسه عشان لما يقدم لاي وظيفه يعرف يتقبل، او ممكن حد يكون اترفض من شركه من الشركات وما يعرفش ايه السبب. فالفيديو ده هدفه بس ان اي حد يستفيد من الفيديو. وكمان دلوقتي انا هطلب كل الوظائف اللي انا محتاجها في الكومنتس تحت، ويا رب يا رب نلاقي ناس كويسه تشتغل معانا.